الدبلوماسية المغربية تشهد انتعاشا غير مسبوق في دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. وفي أحدث التطورات انضمت كل من كينيا وسوريا وبريطانيا إلى صف المغرب، معلنة مواقف واضحة تدعم الوحدة الترابية للمملكة وتوجه ضربات مباشرة لجبهة البوليساريو. فقد عبرت كينيا عن دعم الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة كحل نهائي وواقعي لقضية الصحراء، ودشنت سفارتها في العاصمة الرباط في خطوة اعتبرها خبراء مغاربة دليلا على وعي نيروبي بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي يمكن أن تجنيها من تعزيز علاقتها مع المغرب، خصوصا في ظل التراجع المستمر للنفوذ الدبلوماسي لمعسكر داعم البوليساريو. وفي السياق ذاته، أقدمت سوريا على إغلاق مكاتب البوليساريو في دمشق بالتزامن مع زيارة وفد مغربي لإعادة فتح السفارة المغربية هناك. وأكدت السلطات السورية أن هذه الخطوة تأتي احتراما للسيادة المغربية ورفضا لأي شكل من أشكال دعم الكيانات الانفصالية. أما بريطانيا فقد عبرت على لسان وزير خارجيتها ديفيد لامي عن تأييدها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وصفة إياه بالحل الأكثر مصداقية وبراغماتية للنزاع. ويجمع مراقبون على أن هذا الزخم الدبلوماسي ما هو إلا ثمرة سياسة خارجية مغربية واضحة وطموحة، تعتمد على مبادئ المعاملة بالمثل، احترام السيادة، وبناء شراكات رابح رابح، خصوصا في مجالات التعاون الاقتصادي والطاقة والبناية التحتية.